كنت بياع لوسي وسيارة موفرة في نيويورك. من خرجك من الدكان؟ وصلت مطار أتاتورك وحين بساعتين ما عرفت وين الإكزيت المخرج وأنا بالتلفون. لما خرجتك قطعت لك درجة أولى فريست كلاس، وصلتك لمسقط فريست كلاس. كان أكبر مشوار ركبته شاصر مرتين. كان أكبر طموح لك إنك تركب بالشاص قدام. أنا صنعتك. من استقبلك بمطار أتاتورك؟ منصور، أنا اديته. من حول لك الفلوس لأمريكا اللي جاءت من مسقط؟ الصراف، أنا اديته. والطوب $400 مدري $600. من بعمان طرح عنده فلوس؟ أنا اديته. وصيح فوقك وتلاعن انت هو بالتلفون لأنك دورت غلطه، اتهمته. أنا اديته. من اداك للعمارة حقي اللي أنا مشتري فيها شقة؟ أنا. الدور اللي فوقي دورين. أنا. من ادالك قيمة الشقة؟ أنا. من اختار لك ورق الحائط؟ أنا. من ساعدك فرش البيت؟ أنا. جيت أغبرت بر ما تعرفش حد. أكبر مشوار لك كان من ميشيغان لا للروضة بصنعاء، وشاص تستقبلك لا عند الفندق. من عرفك بألي سالم الحريزي؟ أنا. من عرفك بحمود المخلافي؟ أنا. من عرفك بناس كبار؟ أنا. من خلى العمانيين يستقبلوك بالسجادة الحمراء سكنوك بريتسن بلو فنادق 5 نجوم عمرك ما تحلم تتصور به؟ أنا قنعتهم. هذا المسماري معه 600,000 متابع، هنا بنستميله وهنا 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 وهنا، ونضم لصالح الوطن. ما كنش مدرك إن العمانيين حوثة شغالين مع الحوثة، وإنك كنت تفلدنا وتروح تخزن أنت محمد عبد السلام والعجري. من أنا. من أقنع العمانيين بك؟ أنا. من اعتمد لك مخصص؟ أنا. ترك شقتك بعد ما فرشته معفنة قمامة، وأنا وزوجتي رحنا ننظف الشقة، وأنت 4 أشهر دي 5 شهور خارج تركيا، وجيت تقول رجعت بالشقة وسخة. نعم، أنت قليل أدب وقح وما يثمر الشيك معروف. قالت العرب من كشفت أسافله صلبت أهالي. سامحني، أنا ما كنت شيء يوصل للمرحلة هذه، لكنك تماديت في وساختك علي. كم كذبت علينا. القطري الذي يفتح لك من قطر جمعيات خيرية ويبذل الاعتمادات على المنظمات ويديها لك، وأنا أقول لك ما أبوش الأمير القطري. قلت له ما أبوش أمير قطري يخزن بيابس من عند الشيباني، ما أبوش يستقنعك 6 شهور. عقلك محدود، عندك شعور بنقص كبير، تحاول تبدي انك متعلم وانت شاعر وانت ما تفرقش بين المبتدا والخبر والفاعل والمفعول. البردوني رحمة الله عليه يكتب عبد الله البردوني، وانت تكتب الشاعر الاسم الخماسي حقك. نقص، هذا نقص. استغلوك الحوثة
تقابل محمد عبد السلام في عمان، والأجري تلاقيهم في تركيا. هذه رجالة أنك توقف مع الحوثة الذي يقتلوا 30 مليون نسمة؟ تفتخر أنه محمد حسين العزي راسلك تكتب تقارير على أصحابك اللي تخزن أنت وياهم؟ هذه رجالة؟ فهمك، هذا يمكن أقصى درس بتأخذه بحياتك، لك ولا غيرك، تكون عبرة. دخلتك وانت قروت أنا الزجاج هذا، سكنتك بالدور مدري كم. كان أكبر لو كندت وادي بناء تسكن به. أنت جاهل ومزايد ومحدث نعمة. كم لك من أمريكا؟ من ساعدك تدخل أولادك من المنفذ العماني؟ أنا معرفتي بالعمانيين ووساطتي أنا اللي دخلتك. من الذي حول لك حق المظاهرة 50,000 دولار داخل أمريكا، ورحت تفعل المظاهرة أنت واحدة حوثية وقلت كلفها 50,000 دولار، الصراف حقي حولها لك. ما كنش أنا شيء أخوض في هذا الموضوع، لكن علي يعني سامع طارق بن زياد نحرق السفن، أنا ما نش خاسر شيء. أنا تحاشيت إن أنا كنت أقول يمكن بيحس، يمكن بيشعر، يمكن، لكن لا، ما عندناك هكذا، ما عندناك، ما تحسش. دعي، عرفت إيش معنى دعي؟ كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. بيع لوسي معك 4 مخالفات بداخل نيويورك، تبيع سيجارة مغفرة، تتهرب من الضرائب، ما تركبش، ما يجيش واحد طاهر يبيع ممنوعات، ما فيش واحد شريف يبيع ممنوعات، ما فيش واحد شريف يتحايل على ضرائب. توقف مع الموت لأمريكا وانت لحم اكتافك من أمريكا، توقف مع جماعة تدعي الموت لأمريكا وانت عايش من خيره، ما انتش نظيف، ما عندناك وسخ. اتحملت عنك وخليت 30 مليون يمني يسبوا جل صلاحي بسبب الوثائق. أدت لي واحد قلت جزائري صديقك من 5 سنوات، واتصلت لي والتسجيلات حقك الصوتية هلا، وتقول هذا أنا أعرفه، واشتغل مع الأمم المتحدة، واشتغل مع صافر، واشتغل مع السفارة الأمريكية، وعلي الطلاق وعلي الطلاق وعلي الطلاق. يا محمد طيب ليش ما تنشرش انت المواضيع هذه؟ أصلا داري الحساسية التي بيني أنا والحوثة والفندق حق أخي اللي في صنعاء، ما يعني وأنا السعودية قصفوا أخي، قصفوا أخوك واحد من 40 مليون نسمة. عملت فيلم من أجل أخوك هذا، شماعة تعلق فوقها كل سخريتك. وأنا كنت والله من البداية وأنا أحاول إن أنا أستميلك، إن أنا أحاول أجذبك، لأنه معك متابعين فقط، أما عقلك فارغ أجوف. أديت الشخص هذا الجزائري وطلع بعد واحد من الحديدة هارب بالسودان، نصاب دجال، لا هو جزائري ولا هو بصافر ولا هو بالأمم المتحدة ولا مترجم مع الفرنسيين ولا مترجم مع الأمريكان. وعندما اكتشفت أنا الموضوع هذا اتصلت لك، ليش يا محمد هكذا؟ ليش يا صاحبي هكذا؟ قلت وأنا ما دراني. شوف الرخص، بدل ما تعض أصابعك ندما عديتها. ابن آدم يغلط. جلس 2 شهر وأنا أدور صورة الرجال هذا، لما طلعت الجواز حقه وصورته أرسله لك أنا محظور بصفحتي، انشر صورة الرجال هذا، إذا من يعرف عنه معلومات أنا دافع له فلوس حق وثائق.
الذي تجلس تقول لبشير وتعطى انك مدين لي، ما انتش مدين لي، ولا عندي لابوك فلس، ولا عندي لابوك فلس. انا دافع للرجال 11,000 دولار حق الوثائق. صاحبك الهدهد حقك، بدل ما تنشر رح تطرح لي الصورة بحساب وهمي حق محمد المسمري، وبعد 6 ساعات أجي أشوف التعليقات، أشوف منو من الناس عرفه. أدخل أقرأ في التعليقات أشوف من عرف الرجال هذا في السودان، نمسكه أرجع فلوسي. أنا أفعل حل. وما رضيتش أقول للناس إنه المسمري جاب الهدهد هذا، إنه الحوثة أو عزول محمد المسمري أدوا له الرجال هذا، خلوه يحرق جنرال صلاحي. وتحملت سب الأمة كله، وأنا كنت قادر أقول لا، هذا المسمري مش أنا. لكن أنا يثمر بي القلص الماء، ابن الناس القلص الماء يثمر به، والذي ما هو شي بالناس لو تكيل البحر لا بطنه ما يقطعبوش. رحت طرحت الصورة بحساب وهمي، حساب وهمي. ليش يا محمد هكذا؟ أصلا صفحتي باقي لي بلاغ واحد ويحيدر ويلغوا الصفحة، كأننا خبل، كأننا عادنا طلعت من فرزة، يعني من فرزة بعدا أمس، كأننا غبي. صح، مشكلتكم ما تفقهوش بالسياسة، تشتوا تشتهروا بأي طريقة بأي وسيلة. وأخذتها على مضض وسكت. حصل لي الموقف هذا بمطار اسطنبول، واحتجزت وعملت فيديو ورسلته لأبو يوسف العبدلي، ورسلت لك الفيديو للواتساب حقك. بالكاد حصلت انترنت داخل السجن، لا نشرت ولا ذكرت ولا نزل أبو يوسف العبدلي. اتصلت بعد 3 أيام وأنا بأديس، زعمت تطمن علي. ليش ما نشرت الفيديو؟ أصلا ما بشتاعي داري بك، ما يرتزعش واحد لا ظهرك أبدا أبدا. أنت بالنسبة لي أصبحت كذا مكشوف، أعرفك، مصلحتك فوق الناس كلهم. كم من موضوع تحلف بالطلاق 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 وهو كذب. حلفت بطلاق إنه حصلت فيديو علي عبد الله صالح وهو يترامي هو الحوضة، يقول له سلم نفسك، يقول أنا أبو أحمد، ودورت 100,000 دولار بالفيديو هذا، حصلته في البيت حقه، واتضح بعد أن علي عبد الله صالح قتل في خط صنعاء، ما قتل شي بيته. كم يا إمام طلاق تهرج لك على الأمة هذه كذب. حق السوداني الذي اغتصب البنية وطلعت كذب. حق صاحبك الذي كنت تندوه من القاعدة للعمليات السعودية وانه معه معلومات وطلع كذب. ما يعنينيش أنا هذا الحين، لا أحتاج صحبك ولا أحتاج معرفتك، ولا عاد أنا مخلي حتى شعرة بيني أنا وأنت، لأنه أمثالك ما يتصادقوش. أمثالك ما همش مكسب ولا هم غنيمة. شعرت إنه أنا والعمانيين اختلفنا في موضوع حول المهرة وسوق قطرة وكذا وكذا. يا محمد الجماعة متغيرين، في شيء عملنا شيء، في حاجة غلط بطلوا كنسلوا، وأنت تقول لي يا أخي يمكن بطلوا، يمكن ما عايشوناش يشتغل وأسافر لا يواصلوك، تقول لي لا أسافر لا ومن سكتة وحصلك مخزن بالديوان، وأنت تقول ما يواصلوكش. ما تشعرش بحجم تفاهتك، ما تحسش على ولي نعمتك الذي خرجك من بين الآن لك 3 سنين ما تبيعش فلوسي، 3 سنين، والفضل للجلال لهذا الشخص الواقع لهذه اللحية البيضاء، وتعتقد أنك انتصرت وأنت مهزوم فاشل دعين، تدعي الطهر
ومعي مواقف بذكرها، لو اضطررت لا أذكرها، مواقف صادمة للناس عن سلوكك الشخصي، بس هذه بخليها بالأخير. سافرت أنا السعودية، اليوم الثاني أنا وصل مطار الرياض، اليوم الثاني تفعل فيديو ديوث الذي يروح السعودي. من قصدك؟ هذا الذي خلاك رجال، اللي خلاك تزرع شعر وتقفز بالمظلة، اللي خلاك تتمشى بشوارع اسطنبول، اللي خلاك تعرف الناس. كان أكبر واحد تعرفهم كان ركب البرانكس بوايت بلان روت. عرفتك بناس كبار وناس محترمين، واو خليتك نفخت بك، نفخت. كل هذا ما ملاش، كل هذا ما عمل ليش رصيد عندك انك ما تخوننيش وما تخدعنيش. ليش؟ على سبب ايش؟ قناة اليوتيوب حقك كم جلست سنين ما تدخلش ريال، اديتي انا صلحتها لك، انا اخذت الباسورد واليوزر نيم وديت لمهندس صاحبي يصلحها لك وتدخل 2000 و2500 دولار بالشهر و3000. انا ما تقدرش تقول يعني لا تضطرنيش ان انا ازيد ادي وثائق، لا تضطرنيش ان انا اوقع قبيح الى مرحلة يعني لا تحسد عليها. كلامك اللي تقوله ظهر الغيب علي يوصلني، زي الذي وصل لك الأير اللي سبيتك بالتسجيل الصوتي. هذا ابن الحرام، ابن الزانية اللي وصل لك، ابن زانية. هذا لو أنت رجال، لو أنا مكانك وصلني التسجيل هذا أنا سبيتك. اللي فعلته مش قليل، اللي فعلته يستاهل إن واحد يذبحك يسلخك. سبيتك. لو أنت محترم ومش تربية ديترويت، تربية دكاكين، كنت باتلعن حظه هذا اللي يدي لك التسجيل، اللي سجلني سكتة أو رسل تسجيل صوتي وأنا وثقت فيه. لو أنت رجال كنت هين كرامته، لكن ما أنتش رجال أبدا. أنا أطلع رجال منك وأطلع لايف ودرين أنا ما كشفت المستور. أنا عاد أدي لك إلا بس هكذا نقاط لعل وعسى تشعر أنك قزم أمام نفسك، وتشعر أن هذا الهرم هو الذي صنعك. أنا المفروض أن أنا شيء مقدس عندك بعد كل هذا الصناعة، بعد كل هذا المعروف. لكن ما يثمرش المعروف إلا في عيال الناس، في الناس المحترمة، في الناس اللي تحس. لكن اللي ما هوش محترم ما يحسش. لو تكله البحر ذهب. ما كلفت شاطر. أنا ديوث حق مرة السعودية. أقول ما قصدتكش، مجرد أنا لو أنا مكانك مجرد إن أنا أتحسس تحذف الفيديو وتعتذر، لكن ما عندك دم أبدا. باقي قصص البنات اللي راسلينك، والقصص اللي تقول لي فلان وفلانة معي صور اللي هو فلانة وفلان بديهم بالأسماء أصحابك. بوجعك والله بأوجعك، والله ما أخلي لك صاحب، لا أخليك مسبة الدهر، لأنك يعني ما مسكش بريك، ما حافظش على ولي نعمتك. إنك جالس في قفل تبيع لوسي لليوم. خليتك بني آدم قبال الناس فلان، وما ماشي منك مصلحة، معك أكثر من 250,000 دولار، وأنت بظرف 6 شهور طق 180,000. غربتك بأمريكا كل ما معك كشك سايرتني 6 شهور
سكنت بالدور 14 مدري كم، وعرفت المسابح والسونات. ما يدروش الجمهور حقك انك تروح تدور سوريات تعمل مساجد، ما يعرفوش صح؟ ومستعد لمجابهتك الى يوم القيامة النصر. الله لا وفقك. حاجة تذكر لما طلبوا انه نفعل مظاهرة لمطار صنعاء، يفتحوا مطار صنعاء، وطلبت منهم 200,000 دولار العوضة. تذكر ولا؟ الذي تواصل معك رجع تواصل معي، رغم انه يدرك انه انا الحوثي عندي هذا حنش لا اطيقه ولا يمكن اتعامل معه لو تنزل رسالة من عند ارحم الراحمين. جماعتك اشتكوا بك لا عندي. قالوا حق عيش المظاهرة ما تشي شيء. 10 لوحات 200 دولار، والناس قد هم باغرين يخرجون نفسهم. تذكر حق ماليزيا لما دفعت الرجال 30,000 دولار، كان منكم 3، أبو مجاهد واحد ثاني، واخترفتم من ظهر الرجال ولا تهددوا شوفوا سمعته. وعندما قلت لك ليش هكذا، قلت يا أخي هكذا ما اشتغلش بلاش. مزايد، أنت مزايد يا صاحبي، وشهر كريم رمضان، وأقسم على المصحف ما كتبت بحرف واحد. اعرف نفسك، وعرف هذا الشخص ايش فعل لك ومنه وكما تحملك. لا وعادك تروح عند أصحابي الذين عرفتك عليهم، والبعض منهم قد يدافع عنك. ايش هذا اللي جيت وياه ان انا اعرفك عليه، ولانه يا رجال تتقابل انت والحوثة داخل تركيا، ما تسعش على شرفك، ما تسعش على نفسك. لما بنت البيضاء قتلوها ونحن نقول لك اتكلم وانت تقول لي لا انا ماشي الحوثة سهلة لا، وتتصل لياسر العواضي وتسجل المكالمة حقه وترسل لمحمد الحوثي. عد معك انت يعني، عد في معك سقف، باقي كثير 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 كثير. أنا من اليوم لن أبات مغلوب، والله ما أخليه شاردة ولا واردة. تحملت ناس كثير زي الربع صاحبك، الربع كيف عملنا نفسه محمد الربع من نفس الذي عملته أنت نفسه. اليوم دحين معلق 2 رئيس الفصل كشيتها 50,000 دولار أنا بمعية جلال الصلاحي، وقفل تلفونه لليوم وما كلفش نفسه يعتذر ولا يقول ليش ولا. أخلاقكم هكذا، أتربيتم هكذا. إحنا لا، إحنا ما تربيناش هكذا. لما تطلع وتتصور تتذكر ان ورق الحائط هذا اخترته انا اللي قفاك في بيتك. اعتقد انه هذا الدرس سيكفيك، والله اعلم، وما بدينا عليه. واسالك بالله اذا في لي انا عندك شيء انشره تمام، خلى الناس تسمع. انا اكتفيت منك ومن امثالك وكثير كثير، لكن يعني الناس معادن. الله عندما خلق البشرية أخذ كما قيل في التفاسير حفنة من تراب الأرض، هذه فيها حصى وفيها حجار وفيها ذهب وفيها تراب وفيها طين وفيها كل شيء. فكل إنسان خلق من جزء معه نسبة من المعادن هذه النقية، نسبة من الطهر، نسبة من. مشكلتك إنك ما درستش، إنك أمي وتشتهي توقع. لا اقرأ، أنا نصحتك اشتري الكتاب الفلاني
واشتري الكتاب الفلاني واشتري الكتاب الفلاني، وهذا الكتاب حلا وهذا الكتاب حلا وهذا تمام، واقرأ زربة واقرأ كذا اللي معلق له انت بجدار بيتك. انت حسبك اخ، والله العلي العظيم ما معي من ابوك مصلحة، والله ما معي منك فايدة، إلا خسرت كل حلفائي. العمانيين استبقوك لأنك حوثي، ورفضوني لأننا ضد العودة. عندما كنت تروح تزورهم بالفنادق حقهم جراند دريم اسمه هذاك الفندق عقل. عرفتك على واحد صاحبي هنا معه مصنع، ما أدريت لو أنت تشتري تسلخ $40,000 خرجت له واحدة من أمريكا تطلع له أوراق. في قصص كثير، في قصص ملان. أتمنى أنك تكون عبرة لغيرك في هذا الشهر الكريم، وتدق راسك بالجدار وتوب وتستغفر. لا تأخذك العزة بالإثم، اطلع اعتذر لايف وأنا بسامحك، مشيش من أبوك شيء، اطلع اعتذر، قول أنا طعنت الرجال هذا في ظهره، أنا أسأت لشخص أحسن لي، إيش الجريمة اللي اقترفتي في حقك؟ بطنك ملان، بطني فارغ. لكن عمره الله ما يتغلطش، الله اللي خلق البشرية هذه ما يتغلطش. لكن الله حقكم اللي تعبدوه انتم، اللي تطلع تدى أحاديث وقال الله وقال الرسول، وما حد داري مو في عنا فندق روتان أنا وأنت، ما حد داري. أنا بالنسبة لي طبيعي هذا جلال الصلاحي، إذا بسكر بقول أنا بسكر، إذا بخزن بقول أنا بخزن، إذا بصاحب بنات بقول أنا بصاحب بنات، إذا بتبلطج بقول أنا بتبلطج. هذا أنا، هذا أنا، طالما الله سبحانه وتعالى قد مطلع ما يهمنيش أنت ولا غيرك. لكن أنت عندما تطلع تحدث وكذا ما حد داري مو الخفايا حقك. لا توصلنيش لا مرحلة أزيد من الذي أنا وصلت له. هذا الشاعر صاحبكم، هذا اللي تقولوا الوطن المقدس، هذا يخزن عنده ورفع تقارير لعند حسين العزي ولعند محمد الهودي، هذا. وعندما جيت تراجع يقول لك أخي قتلوا 40 مليون نسمة، ما هوش أخوك محمد محمود الزبيري، هو واحد من جيش الرعية مات له الله يرحمه، هتخلي محلقه بس اللي تدن نفسك سبب. انت تشدن نفسك سبب هكذا تقنع الأنا اللي داخلك، تقنع ذاتك إنه توجهك هذا هو مصلحة. الله العلي العظيم لا تركع بكرة للسعودية والإمارات، وأنا أخبر بك. الله يلعن الصاحب الذي ما يقدر صاحبه، والله يلعن الإنسان اللي ما يعيش المعروف. هذه وصية من عمكم جلال بالشهر الكريم هذا، شخص لا يرعي معروف لا تحتفظ به، ولو يعني كان يعني لو رأيت فيما رأيت، هذا بيطعنك بيوم من الأيام. ما هوش مكسب علي الحرم، لن انت مسمري ولا انت من رداء، مسامر قبائل، أصحاب رداء رجال، أوفى ناس عرفتهم بحياتي أصحاب رداء، أصحاب البيضاء، أقسم بالله، من أصحاب من بيت التيسي ومن بيت الشيبة ومن بيت الوهاشي، رجال يا لطيف بهم رجولة الدنيا. وانت منين خرجت؟ There is something is wrong.